السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد حتاته، وده الفيديو الثاني من كورس لغه السي شارب. الفيديو اللي فات دردشنا كده مع بعض شويه عن لغه السي شارب، واتكلمنا عن شويه نقط. يلا بينا نراجعها مع بعض. اول حاجه اتكلمنا فيها مع بعض في الفيديو اللي فات، امتى اقدر اقول على اللغه ديت او اللغه س او اللغه ص او اللغه عين اللي هي لغه برمجه، وامتى اقول عليها ان هي مش لغه برمجه. تاني حاجه اتكلمنا فيها ازاي الكمبيوتر بيفهم الكود بتاعنا. احنا قلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش لغه السي شارب ولا اي لغه برمجه في الدنيا، هو بيفهم لغه واحده بس، الا وهي الماشين كود او الماشين لانجوج، اللي هي لغه الاله، اللي هي عباره عن صفر وواحد. ما بيفهمش حاجه تانية. النهارده بقى ان شاء الله هنشوف مع بعض البرنامج اللي هنكتب عليه كود السي شارب بتاعه. طب ايه هو اسم البرنامج؟ اسم البرنامج فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو بس، مش فيجوال ستوديو كود. ده برنامج وده برنامج تاني خالص. طيب ايه الفرق بينهم يا عم احمد؟ علشان نعرف الفرق بينهم لازم نعرف الاول الفرق بين الايديتور والاي دي اي. الايديتور زي فيجوال ستوديو كود، والاي دي اي زي الفيجوال ستوديو. الايديتور ده برنامج بكتب فيه الكود وبعدل عليه زي برنامج الوورد بالظبط، بس الفرق بدل ما نكتب نصوص هنكتب اكواد. الايديتور ده زي فيجوال ستوديو كود، خفيف وسريع، لكن بيحتاج انك تثبت ادوات اضافيه علشان تقدر تشغل البرنامج او تعمل ديباج للكود. ده الايديتور. نيجي بقى للاي دي اي. الاي دي اي ده هو اختصار ل انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، بيئه تطوير متكامله. الاي دي اي ده زي الفيجوال ستوديو، فيجوال ستوديو كود اديتور. تمام، مكان او برنامج بكتب فيه الكود وبعدل عليه، وبحتاج ان اثبت ادوات اضافيه علشان اقدر اشغل البرنامج بتاعي. الفيجوال ستوديو ده برنامج برضه بكتب فيه الكود، بس الفرق ان هو بيكون موجود في كل حاجه. يعني ايه بيكون موجود في كل حاجه؟ يعني انا ما بثبتش حاجه زي الفيجوال ستوديو كود. كل الادوات اللي انت بتحتاجها بتكون جاهزه في مكان واحد. يعني الفيجوال ستوديو فيه كل الادوات اللي انت هتستخدمها، مش هتحتاج تنزل ادوات اضافيه علشان تقدر تشغل البرنامج بتاعك زي الفيجوال ستوديو كود. يبقى عرفنا الفرق بين الاي دي اي والايديتور. موضوع الفيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن ازاي نثبت فيجوال ستوديو على الجهاز بتاعنا ونكتب اول كود بلغه سي شارب. اول حاجه هنروح على جوجل كروم ونكتب فيجوال ستوديو بس. تمام، ونضغط اول نتيجه. دي الواجهه اللي هتظهر معانا. في هنا جمله اسمها اكسبلور اول فيرجنز، هنضغط عليها. طبعا في اصدارات من الفيجوال ستوديو، في الكوميونتي والبروفيشنال والانتربرايز والانسايدرز. اول حاجه الفيجوال ستوديو كوميونتي، ده البرنامج المجاني اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، البرنامج ده فيه كل المميزات او فيه كل الحاجات اللي انت هتحتاجها كمبرمج مبتدئ، مش هتحتاج حاجه تاني معاه. طيب الاصدار ده مناسب لمين؟ مناسب للطلبه، للمبتدئين في البرمجه، للطلاب، للمشاريع الاوبن سورس، للتعلم الشخصي. وزي ما قلت الاصدار الكوميونتي ده فيه كل المميزات اللي انت هتحتاجها، مش هتحتاج حاجه تانيه معاه في البدايه. طيب ده الكوميونتي قلنا هو انكلودز فول فيتشرد اي دي اي، كل المميزات اللي انت هتحتاجها. كوبايلوت اي اي ده برنامج ذكاء اصطناعي لو هتسال على حاجه او في مشكله في الكود. وفي انديفيدوال يوز ده مناسب او الاستخدام الشخصي، تمام، او استخدام الافراد يعني. ستودنتس اند كلاس رومز اللي ده موجه للطلاب وكده يعني. اوبن سورس بروجكتس، مشاريع الاوبن سورس. ده الفيجوال ستوديو كوميونتي. الفيجوال ستوديو بروفيشنال فيه كل المميزات الموجوده في الكوميونتي بلس مميزات تانية، بس دي مدفوعه. اصلا اصدار البروفيشنال ده مدفوع مش مجاني. طيب ده مناسب لمين؟ مناسب بقى للمبرمجين المحترفين، للشركات الستارت اب او الشركات الصغيره او المتوسطه. يعني ده اصدار اعلى من الكوميونتي. نيجي بقى لاقوى اصدار من الفيجوال ستوديو، الا وهو الفيجوال ستوديو انتربرايز اديشن. اصدار الانتربرايز ده بقى اقوى واغلى نسخه. طب ده مناسب لمين؟ مناسب بقى للشركات والمؤسسات الكبيره، في كل المميزات اللي موجوده في الكوميونتي والبروفيشنال بلس مميزات تانية برضه بفلوس. بس اللي يخصنا احنا في الليله دي كلها اصدار الكوميونتي، ده اللي احنا هنشتغل عليه. قلنا اول حاجه الكوميونتي ده اللي هنشتغل عليه، فهنضغط على فري داونلود. دي الواجهه اللي هتظهر معانا. طبعا هو بدا ينزل معانا هنا اهو، نستنى كده شويه لحد ما يخلص. ده كده فيجوال ستوديو هيبدا معانا يتسطب هنا اهوت. نضغط يس. بيقول لك ايه؟ بيقول before you get started we need to set up a few things so that you can configure your installation. ماشي، نضغط continue. هنا هيبدا يتسطب معانا اهو. نستنى كده لحد ما يخلص. خد بالك يا شباب، يعني انا واجهت المشكله دلوقتي ايه وانا بنزل البرنامج. انا نزلته على بارتيشن الدي، تمام، فما رضاش يفتح معايا. ولما نقلته لبارتيشن السي فتح معايا. فلو المشكله دي واجهتك فالافضل تنزله على بارتيشن السي. انما نستنى اهوت عقبال ما يفتح. طيب دي الواجهه اللي هتظهر معانا اهوت. استنى بس شويه كده.
طيب دي الواجهه اللي هتظهر معانا اول ما نثبت البرنامج بتاعنا على الجهاز. طيب فينا خيارات كتير للويب والكلاود والديسكتوب والبايثون والنوت جي اس والازيور اند الاي اي ديفلوبمنت والاي اس بي دوت نت والويب ديفلوبمنت، وفي للجيمنج تحت اهيت خلاص، وفي للديسكتوب والموبايل، وفي حاجات كتير جدا خلاص، وفي للسي بلس بلس. بس احنا كل اللي يهمنا في الليله دي كلها الدوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت الخاصه بالسي شارب. نضغط عليها بالشكل ده، هيجيب لي هنا على اليمين انستوليشن ديتيلز، تفاصيل التثبيت. هنا هو محدد لك كل الخيارات اللي انت هتستخدمها خلاص كده، وفي خيارات تانية مش مهمه دلوقتي. ده كل اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله رب العالمين. ده في الورك لودز. نيجي بقى للانديفيدوال كومبوننتس. هنا نسخه الدوت نت، هنختار الدوت نت 10 ران تايم. نيجي بقى لللانجوج، دي خانه اللانجوج اللي هي اللغه، هنختار الانجليش خلاص. نيجي بقى للايه الانستليشن لوكيشنز اللي هي موقع التثبيت او المكان التثبيت. شوف بقى المكان اللي انت هتثبت فيه البرنامج عندك. وهنا عندي في السي انا هخليها على الدي لان ما عنديش مساحه كافيه على السي. انا اخترت المكان اللي انا هثبت فيه البرنامج. بعد ما اخترت المكان وظبطنا الحاجات اللي احنا اخترناها واللغه ونسخه الدوت نت، بعد ما خلصنا الحاجات دي كلها نضغط على ايه انستول. تمام، هنا بقى هيبدا يثبت معانا. نستنى بقى لحد ما يخلص خالص. طيب يا شباب كده التثبيت خلص معانا اهوت وهيفتح على طول اهو. نضغط لونش ونستنى شويه كده. طبعا دي نسخه الكوميونتي. تمام، ده اصدار الفيجوال ستوديو كوميونتي 2026. طيب دي الواجهه اللي هتظهر معانا بعد ما ثبتنا البرنامج على الجهاز بتاعنا. فينا على اليمين فوق اربع خيارات: كرييت نيو بروجكت، اوبن ا بروجكت اور سوليوشن، اوبن ا فولدر، كلون ا ريبوزيتوري. اول حاجه معانا كرييت ا نيو بروجكت، ده انشاء مشروع جديد. ده مشروع جديد انت بتعمله من الصفر. اوبن ا بروجكت اور سوليوشن، الخيار ده انت بتستخدمه لما يكون عندك برنامج فيجوال ستوديو موجود على الجهاز بتاعك وانت عايز تفتحه. خيار اوبن ا فولدر ده بتستخدمه لما يكون عندك فولدر وفيه ملفات كود وانت عايز تستخدمه. الخيار الرابع والاخير كلون ا ريبوزيتوري، بنستخدمه لما يكون عندك مشروع موجود بالفعل مثلا على النت زي الجيت هاب او الازيور ديف اوبس وانت عايز تنزله وتستخدمه على الجهاز بتاعك. يلا بقى ننشئ البروجكت بتاعنا من الصفر. هنضغط على كرييت ا نيو بروجكت. نستنى شويه كده. طيب دي الواجهه اللي هتظهر معاك. طبعا في هنا خيارات كتير قدامك خلاص، ولكن ده ما يهمناش. احنا اللي يهمنا حاجه واحده بس، الكونسول اب بالسي شارب. الكونسول اب باستخدام السي شارب، لان انت عندك هنا كونسول اب برضه بس بالفيجوال بيزك. تمام كده، هنضغط على الكونسول اب دي. هنا بيظهر لك البروجكت نيم، اسم المشروع، سميه اسم معقول. مثلا احنا هنسميه مثلا ايه فيرست بروجكت. تمام كده. اللوكيشن المكان بتاعه، اختار المكان بتاعه براحتك. طيب الخيار ده بليس سوليوشن اند بروجكت ان ذا سيم دايركتوري، ده بتستخدمه مع المشاريع الصغيره بس. مع المشاريع الكبيره بقى ما بتستخدموش لان البروجكت بيكون في ملف جوه السوليوشن. نضغط عليها بالشكل ده، نضغط نيكست، نضغط كرييت. بعد كده هيظهر معانا الفريم ورك ده اللي هو الدوت نت. هنختار الدوت نت 10. نختار البرنامج بتاعنا بروجرام سي شارب، وده اول سطر كود كونسول دوت رايت لاين هالو وورلد. ومش عايزك تتخض من الشكل خالص، كل ده هنعرفه في وقته ان شاء الله. وهيكون كده يعني، ده هيكون بالنسبه لك كده حاجات تافهه بالظبط، فما تقلقش خالص. احنا بس عايزين نتاكد ان كل حاجه اتثبتت معانا وكل شيء تمام. فهنعمل ران للكود ده كونسول دوت رايت لاين اطبع لي هالو وورلد، ونستنى نشوف هيشتغل معانا ولا ايه الدنيا. طبعا البرنامج كمان ما تتخضش، كل حاجه بقى هنعرفها من بدايه الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. بس احنا بس ايه عشان الفيديو ما يطولش معانا هنتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. وبعد كده من الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نشرح البرنامج وكل حاجه بالتفصيل. الكونسول دي هنعرف يعني ايه كونسول، هنعرف يعني ايه رايت لاين، كل حاجه ما تقلقش. هنا البرنامج ظهر معانا اهوت هالو وورلد. تمام كده. بكده نكون انتهينا من تثبيت فيجوال ستوديو على الجهاز بتاعنا. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معاكم احمد حتاته، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.